السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم كان في مؤتمر صحفي بين فخامة الرئيس الشرع وفخامة الرئيس ترامب، واللي صار شيء عجيب غريب. أول مرة بيصير. أول شيء بدي لكم سمعونا زلغيط رسميا قبل شوي. وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت على صفحتها بشكل رسمي بدء إجراءات إزالة سوريا من لائحة الإرهاب. يعني واحفظوا هذا الوقت، بعد 45 يوم من اليوم، يعني بالتحديد شهر 8 أغسطس يوم 22 الساعة تقريبا 8 بتوقيت دمشق مساء، راح ترتفع سوريا من لائحة الدول الداعمة للإرهاب إلى الأبد إن شاء الله، إذا ما تم عرقلة لهذا الموضوع من أي شخص كان. لأنه وزارة الخارجية بلغت، أو الرئيس الأمريكي بلغ الكونغرس بشكل رسمي إنه بده يشيله، ويعني قدامهم 45 يوم. لكن نرجع شوي لورا اللي صار بالمؤتمر الصحفي وما كتير ناس حكت عليه. الاحترام الكبير اللي أبداه الرئيس ترامب للرئيس الشرع. على فكرة هذا مو أمر الاعتيادي، بالعكس تماما. الرئيس ترامب بالعادة لما بيعمل لقاءات صحفية مع مسؤولين من دول تانية بشكل عام بيحرجهم وبيفرض سيطرته وبيحكي بطريقة قوية، وكثير من الأحيان حرجوا الضيوف بالمؤتمرات الصحفية. اليوم الموضوع مختلف تماما. اليوم الرئيس ترامب عم يحكي عن الرئيس الشرع، عم بيمدحه، عم بيقول اللي عملته بسوريا ما انعمل سابقا. عم بيقول انه انت نجحت بعمل سوريا بوقت قصير جدا، عملتها مستقرة وحولت البلد تحويل كبير. وبعدين عطى المساحة للرئيس الشرع يحكي. لما الرئيس الشرع بعد كل هذا المديح اللي عطاه اياه ترامب، اول شيء قال الفضل يعود الى شعبي. ما قال انه انا اللي عملت هذا الموضوع. اعاد الفضل الكبير للشعب، الشعب السوري العظيم. ترامب قال انه سوريا تمتلك حضارة وشعب مثقف مو بس الافضل في الشرق الاوسط، من الافضل في العالم. وبعدين في الدقيقة العاشرة بالضبط، شوفوا لي هي ترى شغلة يعني كبيرة. ترامب كان عم يحكي انه هو في بداية المؤتمر انه هذا الرجل عم يحكي عن الشرع يحترمه الكثيرون وانا منهم. وفي الدقيقة العاشرة ترامب قال، عم بيحكي عن واشنطن وكيف خلى واشنطن آمنة بالمفارقة مع سلفه. فمازحا شو قال؟ عم يطلع على الشرع وقال له ربما إذا جيت لعنا على واشنطن قبل سنة ونص كنت بتخاف على حياتك. بعدين ذكر إنه هو عم بيحكي عن الشرع، عم يحكي عن الرجل المجاهد المحارب القوي. طلع هيك قال لا، هذا الشخص ما بيخاف على حياته. هذا الشخص عانى وعمل وواجه شغلات أقوى بكتير من اللي عنا بواشنطن. فاحترم الشرع، حتى خاف. يعني مو موضوع خوف، الاحترام العميق. انه لما يقول على شخص انه انت بتخاف على حياتك، طلع هيك قال انا هذا الرجل ما بيخاف على حياته. فطلعوا عن هذا الاحترام العميق اللي عم يبديه الرئيس الشرع للشخص الناجح والمنصور، الرئيس، فخامة الرئيس الشرع. فاللي صار اليوم صراحة شيء عظيم. اللي صار اليوم إعلان بشيل سوريا عن المؤتمر عن الدول راعي الإرهاب بشكل رسمي. وإن شاء الله الأفراح بأوغست 2020، بأوغست 22 قادمة، ووقتها بسوريا بتنشال من كل الوقع، بتصير مثل أي دولة تانية. وألف مبروك ويعطيكم العافية، والقادم أجمل.